ازاي نعوض الالكترولايتس؟ اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن اهمية الالكترولايتس واعراض نقصها على جسمنا. في الفيديو ده هنتكلم ازاي نعوضها بطريقة طبيعية. لو عايزين نعوض الصوديوم مثلا، كوباية مية وعليها رشة ملح بسيطة ممكن تساعدنا نعوض الصوديوم اللي احنا فقدناه من العرق او من الرياضة. موزاية الصبح على الفطار ممكن تدينا نسبة كبيرة من البوتاسيوم اللي احنا محتاجينه في جسمنا. او لو اتبعنا السنة 7 تمرات الصبح على الفطار هتدينا تقريبا كل كمية البوتاسيوم اللي احنا محتاجينها على مدار اليوم. بالنسبة للمغنيسيوم، زي ما اتكلمنا في حلقة المغنيسيوم، الخضار الورقي هو أحسن حاجة أو أحسن مصدر ممكن ناخد منه مغنيسيوم. ده غير طبعا المكملات، ممكن ناخد مكملات مغنيسيوم بشكل يومي هتساعدنا كتير في تحمل القلق والتوتر والضغط اللي بقينا عايشينهم في العصر اللي احنا فيه ده. طبعا الكالسيوم معظمنا مش محتاج ياخد منه حاجة قوي، لأن احنا بناكل جبنة أو بنشرب لبن كتير على مدار اليوم، فبالتالي هو أقل حاجة ممكن نكون محتاجينها في نقص الإلكترولايتس. لو انت حسيت بأي أعراض من اللي اتكلمنا عليها قبل كده زي قلة التركيز، الصداع، نبضات قلب سريعة، أو حاسس إن في حاجة مش مظبوطة في جسمك، لو انت بتعرق كتير، رياضي، أكيد هتبقى محتاج تاخد إلكترولايتس على مدار اليوم وتهتم بيها، خصوصا البوتاسيوم والمغنيسيوم. تابعني في الفيديوهات الجاية عشان تعرف أكتر عن المعادن والفيتامينات اللي جسمنا بيكون محتاجها وأعراض نقصها.